النجاح بيساعدك على الاستقامة. هي أحد أكثر الأشياء اللي أنا لمستها. ليش؟ لأنه أنت لما بتدرس قوانين النجاح أو بتدرس الناس الناجحين، هن الناس بلا شعور عايشين باستقامة، لأنه هذا الشخص لحتى يستحق هي المكانة أو هذا النجاح هو مضطر يمشي بقوانين الله سبحانه وتعالى. يعني ببساطة هو ما رح يكون عم يركز على الناس، هو ما في عنده مقارنة، هو بيشتغل بالغيبة والنميمة، هو ما بيقرب على حدا. بنفس الوقت هو دائما عم يحاول يسعى لحتى يبني خدمة ويأثر بمجتمع ويعطي فائدة للناس. طبعا عم نحكي عن النجاح الحقيقي، يعني مو انه ناس بس بدها تعمل اموال فقط، هي بالنهاية عم تبني قيمة وعم تحاول تكون مؤثرة بالمجتمع وهي القصص. فببساطة عن جد لما انت تاخذ قرار انك تنجح، انت بدك تكون مبعد كتير عن الملذات، محاول تقرب كتير من الاستقامة. بدك اول اشي تشتغل على الالتزام على نفسك.